عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. من زمان طبعا ما صورتش وكنت في ظروف صحية كده بعيدة عنكم، وتسمعوا وتسلموا كده. طبعا كنت عاملة عملية وانا كنت قايلة لكم قبل ما ابطل تصوير عشان هاخد وقت على ما اخف. كنت طالبة منكم برضه دعاء، وادعوا لي برضه ربنا يتم شفايا على خير انا وكل مريض يا رب. فالحمد لله يعني انا قلت كفايه بقى كده، ما صدقت ان الدكتور يقول لي مشي رجليكي فاستنى فرصه بقى، قلت امشي رجليا بقى. عندنا ستاره كده اوريلكم طريقه عمايلها بتاعت مطبخ، بتاعت حوض المطبخ. فاقوم كده واتنشط كده ونرجع نشغل القناه تاني، وهبدا لكم بقى كده بحاجه خفيفه، على اساس ان انا اوريكم الستاره دي لان في ناس طلبوها مني. الستاره ديت انا كنت بصور طبخ عادي، فالناس شافوها وانا مش قاصده يعني انها تظهر في الفيديو. فلما ظهرت كده فيديوهين او 3، فالناس اتصلوا بيا وقالوا لي انت عاملاها ازاي او شاريها منين. فانا قلت انا اصورها لكم برده، من انشط نفسي شويه وارجع لكم شويه ننشط القناه شويه كده، واوريها لكم بقى الوقت باذن الله. الحمد لله يعني قدرت امشي وهقف اصور، وهنرجع تاني بقى سوا مع بعض كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا سلمنا مرة قبل كده وعرفتكم انني قمت بالسلامة كده بإذن الله بركة دعواكم، فشكرا لكل اللي دعالي. فالستارة بتاعتنا هي حاجة يعني ببلاش كده خالص. هو طبعا تحت الحوض كان مليان بقى، حتى لو حطيت الباسكت هيبقى مش باين. حطيتي اطباق بلاستيك اي حاجه، طبعا بيبقى طبق كبير كده ما بيدخلش في في المتقفل ده، فممكن تحطيه تحت الحوض فبيبقى مش باين. فالجماعه اللي عايزين يعرفوا انا شاريها منين، انا مش شاريها خالص، كانت مرايه قديمه يعني. هي كانت مرايه قديمه مشغوله من ناحيتين عشان السرير بتاعه في النص، فدي بجيب قماش وبعمله عموله، بيبقى الشغل ده ايه بيمتين، فعشان كده هينفع ستارتين. فانا اكتفيت بستاره واحده، وما كانش في دماغي اعمل التاني، فهوريكم بقى هي بتتعمل ازاي في النص التاني اللي انا كنت عايناه. هاتي يا ياسين كده، تعالي يا ياسين كده عشان تقولي علي ياسين. تعالي يا ياسين كده نوري المشاهدين، نقول لهم ازيكم بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ عشان انا بقالي فترة كبيرة أوي ما بعملش فيديوهات مع تيتا. ده ده ف ده ف ف هعمل لكم النهارده. هعمل لكم النهارده بقى. شاطر يا بص. هي ملاية طبعا قديمة خالص، وديت انا كنت ناوية يعني استعملها في اي حاجة تانية. امسكي ياسين كده ملحق، استنى كده يعني يا جماعة، امسك دي كده يا ياسين. تعالى في الوسع هنا كده يا ياسين، عدي في الوسع هنا، ارفع ايدك بقى كده، شايفين النص التاني اهو لغاية الاخر طبعا. ما كانش في دماغي ان انا اعملها ستاره كمان، فطبعا بنقص اللي هو ايه بنسويها يعني. هي دي ستور كانت يعني فين بقالها 40 سنة شغالة فكده يا جماعة تعالوا نقرب لهم شوية كمان يا ياسين. فقمت جاية التانية دي حتة كده مثلا اهيت، ومخيطاها، يا اما اللي عندها مكنة ماشي تخيط، اللي ما عندهاش مكنة تخيطها بإبرة وفتلة عادي خالص على ايدها. وبتقوم بقى جايبة الاستيك المبروم ده، الاستيك بتاع زمان بتاع بناطيل الاطفال كده ايام زمان يعني، انا قديمة قوي يعني. اتفضل قول للناس يلا. بقالي ما بعملش فيديوهات مع تيتا، فانا النهارده هعمل لكم فيديو. يعني انا بقول لتيتا اسمعنا يونس بيعمل فيديوهات، فهي قالت لي انا هعمل لك فيديو النهارده. طيب اهو يا سيدي انا عامله لك مخصوص النهارده. انت نسيتني برضه انا هقول ايه. طب بص هات اللي على الترابيزه دول. طبعا لما تنيناها دككناها بقى بالاستيك المبروم ده. هو ده بقى استيك ايه منه في كده. فجبنا طبعا الشنيور وخرمنا في الحوض
الحوض من هنا كده بالشنيور. وريني لما نخرم في الحوض بالشنيور كده مسافات زي ما انت عايزه بقى كده. احنا عاملين مسافات بتاعتنا كبيره، فانتوا ممكن تعملوا كمان هنا واحد. وهات حبه زي دول كده يا ياسين، شايفين دي كده؟ هو الحاج مصطفى اللي جايبها، انا معرفش اسمها ايه، بيجيبوها من عند بتاع الستاير، عامله زي الشنكل كده. بنقوم مدخلينها في الستاره زي ما هي داخله اهي، دخلناها كده في الستاره، ناحيه في الستاره والناحيه التانيه بالفتحه اللي احنا فاتحينها. لا ده في كتير. انت وديتهم في ايه؟ وريني كده اهي يا جماعه. بنشتري العلبه بناخد منها كميه بسيطه خالص، وبتنفع بقى لحاجه تانيه. خد يا ياسين يعني الواحده اهيت. بندخل من طبعا بنفتح فتحات بسيطة خالص صغيرة، بنفتح فتحات بسيطة وندخل ديت فيها كده، ونقوم شابكينها في نفس الحوض في نفس الفتحات اللي احنا فاتحينها بالشنيور. هو الحاج مصطفى اللي مسك الشنيور بقى وقعد يعمل الفتحات دي، لكن في ستات بيوت شطار يعني بيعرفوا يمسكوا الشنيور ويعرفوا يفتحوا بقى ايه المقاسات اللي هم عايزينها. وبعدد الفتح بتكون انت بقى عامله هنا الفتح بنفس المقاسات ونفس العدد. وطبعا دككتيها وكده، ولما اتدككت بقى تبقى شكلها بقى ايه متظبط ومساوي يعني زي دي كده. ودقينا هنا مسمار في السيراميك ده، نعتبر المسمار اهو الدق ديت اهيت. بتقصري بتطولي زي ما انت عايزه بقى. فاهم؟ بالملايه قديمه ما اشتريناش قماش، ناس كتير شاريينها جاهزه وناس كتير شاريين قماش، فانا ولا اشتريت قماش ولا كلفت نفسي. دي كانت هتترمي وخلاص ما كانش لها اي لازمه، فاستفدنا بها ايات وحاجات بلاش خالص. وحاجه جميله يعني، مداريه باسكت الزباله، مداريه اي حاجه هتحطيها بقى، فجميله جدا. ونشجع بقى كده بلايكات جميله كده. ما عدتش قادره اخد نفسي يا ياسين، انا اول مره اتكلم كتير واول مره اصور من ساعه العمليه، فسامحوني. فنعمل بقى لايكات، واللي ما اشتركش في القناه يا جماعه يشترك عشان يجيله كده كل جديد، والقناه تبان لكل الناس كده باذن الله، وكل الناس تستفيد باذن الله. ونقول لهم ايه يا سنه قبل ما نقفل؟ اعملوا لايكات كتير، والفيديو الجاي بقى انت هتشوفوني انا والونس كمان. طيب وما ننساش كده قناه الحمام برضه هشغلها تاني، بقالي اسبوعين برضه ما صورتش، انا مستكتراهم قوي، بتهيالي ان انا بقالي سنه ما صورتش، فهصور باذن الله تاني وندخل كده على قناه الحمام نتفرج على احلى حمام باذن الله كده، ونفسكم معانا بقى كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعملوا لايكات ما تنسوش. باي.